السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية إعدادي، النهاردة هنتكلم عن الدرس الأول، نظم الغابات في قارتي آسيا وأوروبا. الدرس الأول طبعا في الوحدة الثالثة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض بتاعتنا بنظم بيئية متنوعة. النظم دي طبعا بتعمل بتوازن دقيق زي ما خدنا السنة اللي فاتت. طب يا ترى إيه هو النظام البيئي يا مس؟ حتة أرض فيها أو منطقة بالكامل جغرافية موجود فيها إيه؟ كائنات حية وغير حية. الكائنات كلها بتتفاعل مع بعضها وفقا لنظام دقيق. زي ما خدنا التعريف والإعدادي، هو النظام البيئي هو منطقة جغرافية تضم مكونات حية وغير حية، تتفاعل هذه المكونات مع بعضها وفقا لنظام دقيق. طيب، ايه اهم النظم اللي موجودة عندي او النظم البيئية اللي موجودة عندي في قارتي اسيا واوروبا؟ هي نظم الغابات اللي هتكلم عنها. دي اهم النظم اللي موجودة عندي في اسيا واوروبا. طب هل يا ترى نظم الغابات دي كلها واحدة في اسيا واوروبا؟ هقول لك لا، ده بتختلف على حسب 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ على حسب انواعها وتوزيعها وخصائصها. يبقى بتختلف نظم الغابات على حسب ايه؟ انواعها وتوزيعها وخصائصها. طب هي بتختلف كده بسبب ايه؟ بسبب برضو 3 حاجات تانيين: الموقع الجغرافي وموقعها فين، المناخ معتدل حار بارد، كمان عوامل طبيعية اخرى. يبقى تاني، انا عندي في اسيا واوروبا اهم الغابات او اهم النظم البيئية هي الغابات. الغابات في اسيا واوروبا مختلفة ل3 حاجات بسبب انواعها او مختلفة على حسب انواعها وتوزيعها وكمان خصائصها. طيب، بما تفسر تختلف نظم الغابات في اسيا واوروبا على حسب انواعها وخصائصها وتوزيعها بسبب اختلاف موقع جغرافي والمناخ وعوامل طبيعية اخرى. طيب، انا هاخد في اسيا واوروبا كام نظم غابات؟ هاخد حوالي 5. ايه هما؟ غابات مدارية مطيرة وغابات موسمية، ودولت مش موجودين في آسيا، آسفة مش موجودين في أوروبا، يعني بيختفوا في أوروبا. وكمان نظم غابات البحر المتوسط، نظم الغابات النفضية، وكمان الغابات الصنبورية اللي بدلعها بالمخروطية. تاني، عندي ايه؟ عندي في القارتين 5 أنواع من الغابات. نظام ايه؟ غابات مدارية مطيرة وكمان غابات موسمية، ودولت بيختلفوا أو بيختفوا في أوروبا، يعني مش موجودين في قارة أوروبا. نظم كمان بحر متوسط وغابات نفضية وغابات صنبورية اللي بدلعها بالمخروطية. طيب يا ترى حضرتك لو انت قلت لنا يا مس دلوقتي ان الغابات المداريه المطيره والغابات الموسميه مش موجودين في اوروبا، طب ايه السبب بقى يا مس اللي هم مش موجودين في اوروبا؟ هقول لك: علشان الظروف المناخيه بتاعتهم مش موجوده في اوروبا، لان مناخ اوروبا مناخ معتدل. طب لو جبت لي في الامتحان هكتب له ايه يا مس؟ هقول لك: لعدم توافر الظروف المناخيه لنموهما، حيث تقع اوروبا في المنطقه المعتدله الشماليه. يبقى تاني، لو جاب لي في الامتحان بما تفسر، يختفي نظام الغابات المدارية المطيرة والغابات الموسمية في قارة أوروبا بسبب إيه؟ عدم توافر الظروف المناخية الملائمة لنموهم، حيث تقع قارة أوروبا معظمها في المنطقة المعتدلة الشمالية. طيب، أول حاجة معايا هاخد الغابات المدارية المطيرة، من اسمها مطيرة يعني أمطارها طوال العام. طيب أنا عاوز أعرف بقى يا مس أهميتها ومكانها، الموقع الجغرافي يعني بتاعها. طيب، هي الغابات المدارية المطيرة فيها إيه؟ فيها أشجار، أو الغابات بصفة عامة فيها أشجار. الأشجار دي مالها؟ الأشجار دي مهمة في تنظيم المناخ. أنا بتكلم على الغابات المدارية المطيرة، الأشجار بتاعتها مهمة في تنظيم الإيه؟ المناخ. طب إزاي يا مس؟ هقول لك: هي مش حضرتك واخد ان الاشجار دي بتمتص ثاني اكسيد الكربون وتدينا اكسجين؟ اه. طب ثاني اكسيد الكربون لما يقل في الجو هيحصل ايه؟ هيقل الاحتباس الحراري. فالغابات المدارية المطيرة مالها؟ هتنظم المناخ
من خلال ايه؟ من خلال ان الاشجار هتمتص كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون، وده هيساهم في ايه؟ تقليل الاحتباس الحراري. كمان الاشجار هيتصاعد منها ايه؟ بخار المية اللي هيكون ايه؟ هيكون السحب، وكمان هتتساقط الامطار. لكن للأسف الغابات المدارية المطيرة دي بتتعرض لأخطار، أهمها الصناعة الغير مستدامة اللي هي ما بتطبقش قواعد الحفاظ على البيئة، المصانع يعني اللي ما فيهاش فلاتر مثلا. طيب الصناعة دي ايه اللي ترتب عليها؟ ترتب عليها تدهور أشجار أو تدهور غابات المطرية المطيرة. بتاني الأهمية، الأشجار أو الموجودة في الغابات المدارية المطيرة بتنظم المناخ من خلال إن هي بتعمل إيه؟ أول حاجة بتمتص ثاني أكسيد الكربون، وكمان بتساهم في تقليل الاحتباس الحراري، وكمان بتساهم أو بيساهم بخار الماء المتصاعد من الأشجار في تكوين السحب وسقوط الأمطار. لكن بتتعرض الغابات المدارية المطيرة لعدة أخطار زي الأنشطة البشرية اللي أهمها الصناعة الغير مستدامة، وده بيؤدي إلى تدهورها. يعني تدهور إيه؟ الغابات المدارية المطيرة. طيب موقعها الجغرافي بقى، هي موجودة فين؟ بصوا، في قارة آسيا. موجودة فين؟ في جزر. الجزر دي موجودة فين؟ اللي هي باللون الأخضر. موجودة فين؟ موجودة في جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا. طب الجزر دي اسمها ايه؟ اندونيسيا والفلبين. اندونيسيا والفلبين. تاني انا هلاقيها فين؟ الغابات المدارية المطيرة في جزر جنوب شرق آسيا. طيب فين؟ جزر اندونيسيا والفلبين. موجودة فين كمان؟ على الساحل الغربي للهند. على الساحل الغربي للهند. وفين كمان؟ وفي مناطق أخرى زي السواحل الشرقية لخليج البنغال. هلاقيها فين؟ موقع الغابات أو الموقع الجغرافي للغابات المدارية المطيرة هلاقيها فين؟ موجودة في جزر جنوب شرقي آسيا. طيب زي ايه؟ اندونيسيا وجزر الفلبين. جزر اندونيسيا وجزر الفلبين. وكمان الساحل الغربي للهند. بعض الأماكن الأخرى زي السواحل الشرقية لخليج البنغال، وهي طبعا مش موجودة في أوروبا. تاني حاجة هناخدها غابات البحر المتوسط اللي هي باللون الأحمر. هي موجودة فين؟ موجودة في غرب آسيا. موجودة في غرب آسيا، وكمان جنوب وجنوب غرب أوروبا. جنوب وجنوب غرب قارة أوروبا. موجودة فين تاني؟ نظام البحر المتوسط أو غابات البحر المتوسط مالها؟ المناخ فيها بيبقى عامل إزاي؟ معتدل أو حار جاف صيفا، معتدل في الشتاء أو معتدل ممطر شتاء. حار جاف صيفا، معتدل ممطر شتاء. طيب هو الموقع الجغرافي يعني ايه الموقع الجغرافي؟ يعني مكانها موجود فين؟ هقولك غرب آسيا وجنوب غرب قارة مين؟ قارة أوروبا. غرب آسيا وجنوب غرب قارة أوروبا، اللي هو مين؟ اللي هو باللون الأحمر. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها هي الغابات الموسمية اللي هي واخدة شكل البق اللي بيضحك ده، اللي هي لونها برضو أخضر بس أخضر فاتح شوية. طيب الغابات الموسمية بقى مالها؟ الغابات الموسمية ليها موقع فلكي وموقع جغرافي. يعني ايه؟ يعني بتمتد من خطوط طول ودوائر عرض. طيب زي ايه؟ هي بتمتد من دائرتي عرض من 5 ل35 شمالا، من 5 ل35 درجة شمالا. يعني ايه شمالا؟ يعني شمال دائرة الاستواء. طيب ده موقعها الفلكي يا مس. موقعها الجغرافي ايه بقى؟ موجودة في الهند وفي المناطق الداخلية لجنوب وجنوب شرق آسيا. موجودة في الهند والمناطق الداخلية الموجودة جنوب وجنوب شرق آسيا. موجودة فين؟ في الهند والمناطق الداخلية لجنوب وجنوب شرق قارة آسيا.
طيب امال الخصائص المناخية؟ في الشتاء حر، او في الشتاء درجة الحرارة معتدلة او دافئة. طب والمناخ؟ المناخ فيها جاف. يعني ايه جاف؟ يعني مفيش امطار، يعني درجة الحرارة معتدلة إلى دفيئة فصل الشتاء. والمناخ جاف. اشمعنى جاف؟ علشان الرياح اللي بتيجي من اليابس الآسيوي، يابس مفيهوش مية اهو، بتيجي جافة، وبالتالي لا تتساقط الأمطار. يبقى تاني، خصائص المناخية يعني المناخ عامل ايه؟ في الشتاء معتدل إلى دافئ، وكمان المناخ جاف. طب بسبب ايه؟ الرياح الموسمية الشتوية الجافة القادمة من اليابس الآسيوي. أمال في الصيف درجة الحرارة بتتميز بإيه؟ بمرتفعة. وكمان المناخ أو بيتميز كمان بسقوط الأمطار الغزيرة. يعني مش حبة أمطار تسقط مع الحرارة العالية بس، لا ده أمطار غزيرة، أمطار كتيرة. طيب بسبب إيه؟ هقولك، الرياح بقى المرة دي بتجيلي من المحيط الهندي، والمحيط الهندي ده مية، فالرياح هتكون محملة بمخر المية، فهتؤدي لسقوط أمطار. طيب يبقى في الصيف إيه؟ درجة الحرارة مرتفعة مع سقوط أمطار غزيرة. وده بسبب إيه؟ بسبب الرياح الموسمية الصيفية المحملة ببخار المية القادمة من المحيط الهندي. تاني، الخصائص المناخية: الشتاء درجة الحرارة معتدلة إلى دافئة، أما المناخ مناخ جاف. طب بسبب إيه؟ الرياح الموسمية الشتوية الجافة القادمة من اليابس الآسيوي. أما في الصيف درجة الحرارة مرتفعة مع سقوط أمطار غزيرة. طيب بسبب إيه؟ بسبب سقوط أو بسبب الرياح الموسمية الصيفية المحملة ببخار المياه القادمة من المحيط الهندي. طب الخصائص النباتية: الأشجار بتاعتها شكلها إيه؟ كثيفة وضخمة بس مش متشابكة. كثيفة وضخمة لكن مش متشابكة، أو لكن غير متشابكة. طيب ده بيساعد على إيه إن هي كثيفة وضخمة وغير متشابكة؟ ده بيساعد على وصول ضوء الشمس للأرض. وصول ضوء الشمس للإيه؟ للأرض. طب الورقة بتاعتها نفسها، ورقة الشجر دي بيبقى شكلها إيه؟ عريضة وخضرة، لكن بتدبل أو بتذبل وبتسقط في فصل الشتاء، بما تفسر ذلك بسبب الجفاف في فصل الشتاء. يبقى تاني، الخصائص النباتية هنتكلم عن الأشجار بتاعة النظام الموسمي. الأشجار بتاعتها زي شكلها إيه؟ كثيفة وضخمة بس غير متشابكة. كثيفة وضخمة لكن مش متشابكة. طيب ده ترتب عليه ايه؟ ان وصول ضوء الشمس الى الارض. طيب الورق بتاع الشجر شكله ايه؟ عريض واخضر، بس الورق ده بيذبل او تذبل الاوراق وتسقط في فصل الشتاء، بما تفسر ذلك بسبب الجفاف. طيب ايه اهم الاشجار؟ نوعين من الاشجار: الخيزران وكمان الساج. الخيزران وخشب كمان الساج. خلي بالك الأخشاب دي قوية، علشان كده ليها أهمية اقتصادية، إن أنا بستخدمها في صناعة إيه؟ السفن. يبقى الأخشاب دي صلبة، بستخدمها في صناعة إيه؟ السفن. في حيوانات كمان بتعيش في غابات أو في الغابات الموسمية زي إيه؟ الحيوانات زي الفيلة ودي آكلة العشب، والنمور ودي آكلة اللحوم، والزواحف زي الأفاعي، والطيور زي أبو منجل. علشان كده هي الغابات دي فيها كمان حشائش اسمها السافانا. الغابات ديت أو بعديها بشوية حشائش السافانا أنا ممكن أعتبرها حديقة حيوان طبيعية. اشمعنى؟ لتوافر فيها حيوانات آكلة العشب زي الفيلة، وآكلة اللحوم زي النمور، وكمان الزواحف مثل الأفاعي، والطيور زي أبو منجل. أمال التربة بتاعتها؟ لا، خلي بالك التربة فيها رواسب طينية. طب الرواسب الطينية دي هتساعد على إيه؟ إن هي تكون خصبة. اشمعنى؟ لأنها ليها القدرة كمان على الاحتفاظ بالمية. طب هي تتكون من رواسب طينية وخصبة، وكمان ليها قدرة على الاحتفاظ بالمية. ده هيساعدني اللي تكون الزراعة مما أدى إلى قيام حرفة الزراعة.
بس خلي بالك، تربة الغابات الموسمية أشد خصوبة من الغابات المدارية المطيرة. ليه؟ علشان إيه؟ لأن الغابات المدارية المطيرة غنية بأكسيد الحديد وفقيرة في الأملاح المعدنية، غنية بأكسيد الحديد وفقيرة في الأملاح المعدنية، وده بيقلل خصوبتها. خلصنا الجزء الأول اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت. استنوني إن شاء الله في الجزء التاني. سلام.